السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الظروف. اليوم اليوتيوبرز المعروفه بفاتحه روتيني اليومي. الحمد لله واخيرا تعتنق الحريه وكترجع لوليدتها. وكنتمنى بان هذه الفتره اللي دوزتها في السجن غادي تكون لها درس مهم. ترجع فيه تصرفاتها وترجع يعني دير شي محتوى اللي هو نقي ومحتوى ما كيسيئش ليها كامرأة كامرأة بصفة خاصة وكمغربية بصفة عامة، وكذلك ما يسيئش للابناء ديالو، لان التصرفات ديالنا راه كيبقاو دائما وشمة عار او لا شي حاجه كيتشرفوا بها يعني في المستقبل. واخا نقولوا دابا الاطفال راهم صغار ماشي مشكل، مازال ما عارفينش، ولكن لا هذاك الشيء كيبقى وشمه ما كيتحيدش. يعني واخا دير له لايزر واخا دير له ما عرفت شنو، راه رغم توالي السنين، رغم اننا كنتقدموا في العمر، رغم ان هذا دائما كتبقى ديك النقطه السوداء في حياه الابناء، او لا كتبقى نقطه مشرفه كيرفع بها الابن الراس ديالو. كاع بنادم كلشي كيخطأ، وبنادم كلشي يعني كاين اللي بدافع الحاجه، كاين اللي بدافع الطيش، كاين اللي بدافع قلة العقل الصغار هكا ولكن يعني كما قلنا كلنا كنخطئوا وخير الخطائين التوابون. كما كيقول عاود المثل من الاخطاء نتعلم. هي ماشي عيب اننا نخطئوا، ولكن العيب هو اننا نبقاو متمادين في الغلط ديالنا ونبقاو زايدين فيه يعني ما نراجعوش تصرفاتنا. ممكن في لحظه في اخطاء بصفه عامه كيف ما بغات تكون، سواء باش غادي يعني بالنسبه للاخطاء ديال هاد السيده هذه ما كانتش الاخطاء ديالها كان الهدف ديالها يعني واضح، وهو الربح المادي، قبح الله والفقر. ولكن دائما ما نخليوش الفقر انه يسيطر علينا ويخلينا ننساو ثقافتنا ونساو الاصول ديالنا ونساو ديننا ونساو نبقاو نفتحوا في اعراضنا ونشوهوا في سمعتنا وفي هذا. لا، هذا ما ماشي مبرر. ولكن مادام ان صافي وقع الغلط الله عطاه، وحاليا هي الحمد لله تنقات الحريه، فكنتمناو ان تعرف بقيمه هذه الحريه هذه ودير لها الف حساب. في الاول كلشي كان كيصفق ليها، المشاهدات كتطلع، ادسنس طالع، كلشي كيطلع، وي فاتحه برافو زيدي لقدام. ولكن نهار تحطات بوحدها تسد عليها الباب بوحدها، راه بقات بوحدها يعني كتخلص ثمن دوك التصفيقات وداكشي بوحدها. ما كاينش اللي كيسول فيها، ما كاينش اللي ما كاينش اللي لا يتقبى بولادها، ما كاينش اللي غادي يذكرها ولو بفيديو صغير انه يذكرها ويقول نحاولوا ما امكن يعني نوقفوا مع هاد السيده، او لا نوقفوا مع وليداتها، او لا نوقفوا مع لا حتى كلشي يعني ابو كلها انغلقت في الوقت اللي كانت هي ديال كلشي. ارى نمشي نتصاحب معاها باش غادي نطلع القناه ديالي، ارى ندير هكا، ارى ندير هكا. فكيف ما كنقولوا كنعاود مره اخرى كنقول كنتمنى انها تراجع نفسها وزعما تستافد من الاخطاء، تكون استفاده اللي غتزيد بها القدام. ماشي حيت الانسان انواع، كاين واحد الانسان كتكون صعيبه عليه غير ديك الدفعه الاولى في اي مجال، بغى يدير شي تجاره كيخصو ديك الدفعه الاولى، بغى يخدم ديك الدفعه الاولى، وبغى يطيح في الهاويه كيخصو ديك الدفعه الاولى. يعني الدفعه الاولى كتختلف، يعني لا الدفعه الاولى الا استعملناها في شي حاجه اللي هي ايجابيه الله يسخر يزيد القدام، ولكن الا استعملناها في شي حاجه اللي هي خايبه فالله يرد بينا. وكنتمنوا لها يعني نتمنوا لها دير عقلها ان شاء الله، واكيد باينه غادي دير عقلها، لان حتى الشكل ديالها والحاله النفسيه ديال وليداتها وديال هذا راه ماشي سهل عليها داكشي كله. وكنقولوا لها مرحبا بك في العالم اللي تخليتي عليه مره اخرى، ولكن كوني بعقلك. يلا وشكرا لكم، وكنتمنىكم كاملين كما كنقول تكونوا بخير وعلى خير، وكل كنتمنوا الكل انه
يستافد من الاخطاء ديالو، سواء حنا او هي او واحد اخر. وحتى حنا مثلا، فينا اللي ما غلطش، ولكن يستافد من اخطاء الغير. ملي كنتفرجوا في شي برامج مثلا اللي كاينه فيها شي احداث، وهذا ماشي كنتفرجوا باش غادي نضحكوا او لا باش غادي، لا، باش نستافدوا، باش ناخذوا العبره. راه ما يمكنش انا ندوز كلشي تجارب في حياتي باش ناخذ العبره، لا، غنتفرج في يعني في واحد الحاجه فايته وناخذ منها العبره يكفي. اما الا جيتي باش انت تجرب باش تاخذ العبره، راه ما غاديش تبقى كتاخذ العبره، راه كتولي فار تجارب. يعني اي تجربه بغات تحط كتلقاك واجد، كتلقاك انت داك الحقل يعني وكتطبق عليك، يعني ما كيبقاش عندك الوجود. صافي ما كيبقاش الوجود ديالك كانسان او لا ككيان او لا كيولي عندك، كتولي ديك الساعه يعني شيء نجربوه هنا نجربوه هنا نجربوه هنا وصافي، اولا نجرب فيه هادي نجرب فيه هادي. فمادام دازت تجربه على واحد اخر بغير قاصد، هو ماشي قاصد باش يجرب، ربما يعني طاح في هفوه وقع في غلط، فاحنا غنستافدوا. اما بالنسبه لهداك اللي وقع، اكيد راه النفسيه ديالو ربي اللي عالم بها، وهذا غير هو يتعلم منها وصافي. وكنتمناو الفاتحه تكمل حياتها بسلام مع وليداتها، وتربيهم في واحد الجو اللي اللي ما يسيئش ليهم في الحياه ديالهم المستقبليه، لان الماضي راه كيحكم على المستقبل للاسف. يعني ما حنا خصوصا اننا في دوله عربيه، ماشي بحال دوك الناس ديال الدول الاوروبيه، واحد الحاجه دازت لي طومبي سير الله يعاون. حنا لا، حنا كيبقاو اولد فلان اولد فلانه اولد هذا اولد هذا، يعني من ديك السميه كينطلق الاسم ديال الولد يعني من ديك اللحظه. ولو ان الانسان كيكون نقي 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 نقي، ولكن كيجي كيدير ديك النقيطه، كتكون صفحه بيضه، تجي ديك النقيطه الكحله كتبقى ما عمرها ما كتحيد. هذيك النقيطه ما عمرها ما كتحيد في الحياه. كيولي عندك اسم اخر انطلاقا من ديك النقطه. يعني كيكونوا الورق كاملين هما محطوطين بيض كاملين، عادي يجيب اي ورقه كتقول جيب ورقه من ليه، يعني ما معروف شنو، ولكن ديك اللي فيها النقطه كتبقى يعني معروفه. جيب ديك الورقه اللي فيها ديك النقطه، لا حتى ديك اللي فيها النقطه راه ما غاديش تصلح لي، جيب لي شي وحده اللي هي خاويه، لا هكذا. وهكاك حنا دايرين، يعني راه لا فرق بيننا وبين الاشياء في بعض بزاف ديال الحالات. المهم راه قبيله قلت لكم السلام عليكم، ومازال عاوتاني جرد لي لساني وبديت كنهضر. كلكم كتعرفوا انا فيا الهضره بزاف لذلك دابا واقيلا غادي نقول السلام عليكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه.